السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وحشوني من الفيديو اللي فات، يا رب تكونوا كويسين. اخباركم ايه؟ عملنا شويه وافل حكايه، بصوا تحفه. بصي الحرف بتاعه، يعني الحرف الحته الصغنطوطه دي طعمها بالظبط عامله زي البسكوته بتاعه الايس كريم. بصوا القرمشه خطير، حلو جدا جدا جدا. انا عايزه اسمعك صوت القرمشه بتاعته. بصي كله كده ما شاء الله، حلو جدا جدا جدا، تحفه. بصوا بيضتين وكوبايتين دقيق، عملنا احلى وافر. عملنا 7 وحدات، ما كلفوناش حاجه. في شوكولاته بيضه، وديت مربى حليب. طبعا حطي بقى التوبنج اللي يعجبك، حطي اللي انت عايزاه. ممكن تحطي تشكيله فواكه، ليكي مطرق الحريه اللي انت عايزاه. حطي شوكولاتات، حطي اللي انت عايزاه. الكميه دي كلها متجيش تمن واحده بنشتريها من بره، واكيد كلكم عارفين الاسعار عامله ازاي. نعمل كل حاجه في بيتنا، طعمها حلو، طعمها خطير، اوفر وارخص. هتقولي طب الجهاز بيتباع قالب سيليكون على شكل الويفر دوت او الويفر، وبيتحط في الفرن عادي او الميكروويف، الدنيا بتمشي عادي. ولو عندك اير فراير برضه هتحطيه فيه، ارخص وانضف واحلى. ونشجع بقى الشغل المحلي. مش هنتكلم كتير، هندخل على الفيديو ونتفرج عليه لاخره. ان عجبنا الفيديو لايك وشير وسبسكرايب. باي. نسمي كده يا حبايبي، نقول بسم الله وعلى بركة الله. ان شاء الله وصفة النهارده سهلة جدا. احنا مكملين سلسلة ما نشتريش حاجة من بره، اعمليه في بيتك اوفر واحسن. معايا هنا بيضتين، حط معاهم معلقه فانيليا سايله بقى او بودر، دي حاجه ترجع لك انت. معايا 100 جرام، نص كوبايه زيت. ليه بقى حطيت زيت ما حطيتش زبده؟ هقول لك ليه دلوقتي حالا. وعايزه معلقه كبيره سكر، معلقه واحده بس، انا مش عايزه اكتر من كده. ليه قلت زيت ما قلت الزبده؟ عشان الزبده هتحطيها هتتحرق، يعني الزبده هتحطيها هتتحرق. الطعم يعني الطعم احلى اكيد في الزبده، بس لما هتحطيها هتتحرق. ليه حطيت معلقه سكر واحده ما حطيتش معلقتين سكر او ما زودتش السكر؟ لسببين. اول سبب واهمهم ان السكر كتير هيحرقها معاكي، هتلاقيها اتحرقت معاكي في مكنه الوافر ولونها اغماء. تاني حاجه هتبقى مسكره قوي، وتيجي تحطي عليها صوصات او تيجي تحطي عليها اي حاجه تانية مش هتبقى حلوه. السكر بتاعك زياده قوي. معايا 250 ملي حليب على ميه. ليه بحط حليب على ميه او لبن على ميه؟ الميه بتخليها مقرمشه. لما بتحطي حليب بس الحليب بيخليها تبقى طريه، احنا عايزينها من بره تكون مقرمشه. معايا كوبايتين دقيق وزنهم 270 جرام. بصي حاولي وحدي الكوبايه اللي انت شغاله بيها، يعني نفس الكوبايه اشتغلي بيها كده. انا معايا نص كوبايه زيت اللي هي 100 ملي، معايا كوبايه حليب 250 ملي، هي معايا كوبايه نصها حليب ونصها ميه، 250 ملي. معايا بسم الله، معايا كوبايتين دقيق 270 جرام. عايزه بقى ايه؟ تقليبه حلوه كده. وعايزه 15 جرام او معلقه كبيره بيكنج باودر، مش عايزه ازيد من كده. يعني بصي هتحطي كده المعلقه، بصي وتحاولي تمسحيها كده. انا مش عايزه اكتر من كده، هو ده المقدار اللي انا عايزاه. بس بقى عايزه تقليبه كده حلوه جدا جدا جدا. بصوا حبايبي ده المقدار بتاعي، بصوا عامل ازاي. دي واحده حبه بركه، كنت دلوقتي بعمل لهم اكل وكانت في ايدي فوقعت فيه. بصي القوام بتاعه، بصوا زي قوام الكيك كده، ممكن يكون اتقل سنه بسيطه. بس المقادير دي معاكي مظبوطه جدا. هحطه بس في حاجه عشان اعرف اصبه.
بصوا يا حبايبي، لو ما عندكيش المكنه ديت عادي جدا بيتباع قوالب سيليكون على شكل الويفر، هتحطيه وتدخليه الفرن عادي جدا جدا. بصوا هي ليها زرارين، يعني هي بتشتغلي الاول الاحمر اللي هي الكهرباء، لما تديكي خضار اعرفي كده ان هي سخنت كويس جدا فتصبي الخليط بتاعك. بسم الله. حاولي بس اظبطي الخليط بتاعك، احنا عايزينه يبقى مغطيها بس ما يبقاش زياده عن اللزوم عشان ما يطلعلكيش بره المكنه. مكتوب في التعليمات ان انت تهنيها زيت او زبده، نصيحه ما تتهنهاش اي حاجه، هتلاقيه بيسيل معاكي وهتلاقي المكنه بتاعتك من جوه بقت كلها زيت، ما بقتش حاجه ظريفه يعني في التنظيف وفي الريحه مش هتبقى حلوه. حاولي بس ايه نظبطها بس كده. هنقفل عليها عشان تطلع معاكي مظبوطه جدا جدا جدا. اظبطي معاكي تايمر 6 دقايق او اظبطي 5 دقايق. بعد اول 5 دقايق افتحي عليها بالراحه، قبل كده هتلاقيها قسمت معاكي نصين، بقى نص فوق ونص تحت. التعليمات مكتوبه ان هي 3-4 دقايق، لا هي بتقعد ازيد شويه. سيبيها على الاقل 5 دقايق وبعد كده افتحي عليها وبصي، لقيتيها اللون بتاعها لسه ما ظبطش اصبري شويه كمان. بصي 6 دقايق بالظبط ما شاء الله. واحده واحده كده، انا عايزه حاجه اجمد شويه. بسم الله. بصي ما شاء الله حلو جدا. بس انا عايزه سمعه لقرمشه. بصي انا بالنسبه لي النوع ده فيه عيب واحد بس الحته دي. بصي انا بعمله بالراحه، هبقى انضفها. انا بالنسبه لي الجهاز ده فيه عيب واحد بس، ايه هو؟ ان من قدام تحسي ان الحاجه بتستوي افضل من ورا، يعني بصي فرق اللون. بس هو كجهاز خطير. انصحك لو هتشتري الجهاز دوت في اللي هو الاربعه، طبعا هاتي الماركه اللي تعجبك، بس في اللي هو 4 هيبقى اوفر معاكي واحسن معاكي. بصي وخلي بالك ان اول واحده ما بتبقاش حلوه زي التاني والتالت، يعني بتكون المكنه برضو ما خدتش راحتها قوي، بس سيبيها تسخن. يعني المكنه تسيبيها تسخن، مش اول ما تحطي الفيشه تشغليها، لا. وهقول لك المقدار دوت عمل معايا كام واحده. صدقيني ما يجيش ربع اللي احنا بنشتريه من بره، او هنقول اللي احنا عملناه ده كله. لا انا برضو شايفه ان هو ارخص من بره. يعني شوفوا الواحده بتتباع بكام على ما اعتقد كده، في اماكن 70 وفي اماكن 80 وفي يعني لا، يعني ارخص من بره بكتير بكتير بكتير. برضو اظبطي تايمر معاكي على 6 دقايق، اظبطي التليفون اظبطي اي حاجه على 6 دقايق. بصوا عامله ازاي، بصوا بصي صوتها، بصي هي سخنه، بصي حلوه جدا جدا جدا. الكميه ما شاء الله تبارك الله، عملوا معايا 7 وحدات والحته ديت. طبعا الحرف ده هيبقى عمل كده عشان طبعا يعني ده اخر حته. بسم الله. بصي لو حسيتي مثلا ان الجنب دوت مستوي والجنب ده لا، مفيش اي مشكله، احنا بس نشيل دي عشان ما تتحرقش. شيل الحرف ده. بصي الحرف ده راح فين، راح فين، وقع خالص. هنجيبه من الناحيه التانيه مش عارفه. بصي بالظبط بالظبط 6 دقايق بالشعره، ولا تقللي ثانيه ولا تزودي ثانيه. 6 دقايق بالظبط هيطلع معاكي التحفه ده. بصوا بصي الجمال، بصي الحرف، مش عايزه ابوظها. بصي عامل زي البسكوت بالظبط. بصي تحفه. بصي من جوه طريه حلوه جدا، يعني هشه من جوه ومن بره مقرمشه. تحفه 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 ما شاء الله تبارك الله. ربنا يحسن ما بين ايدينا وما بين ايديكم.
خطيره. شوفي انت الواحده بتشتريها بكام. احنا الكميه ديت، انا بس عايزه اغمقها شويه، الكميه ديت عملت معانا 7 وحدات، 7 وحدات بالظبط. هنقول يا ستي الحته ديت حرف مش باين، حرف مش عامل، هنقول عملت معانا 7 بالظبط، مش هنقول 7.5، هنقول 7 بالظبط. 1 2 3 4 5 7. هنقول عملوا معانا 7 بالظبط. تخيلي ال7 دول انت لو اشتريتيها من بره هتبقى بكام؟ حطي بقى الصوص اللي يعجبك، حطي صوص شوكولاته، توفي، شوكولاته بيضه، شوكولاته غامقه، مربى، حطي اللي انت عايزاه، اي توبنج انت ممكن تحطيه، بروبيري، اي حاجه ممكن تحطيها، بس طبعا اغلبنا بيحب الشوكولاته. خطيره وحلوه جدا، مش مكلفه، مش متعبه، الدنيا سهله. بس سيبي المكنه تسخن، يعني ما تستعجليش عليها وتقولي الحق احط، لا سيبي المكنه تسخن بس عشان ما تتحرقش. سيبي المكنه تسخن وتاخد راحتها وبعد كده اشتغلي بيها. يا رب وصفة النهارده تكون سهله وخفيفه على قلبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.